انا بشارككم القصه دي النهارده، بطلب منكم المساعده عشان مش عايزين يبقى في نيره تاني، ولا سلمى ولا شيماء ولا كل البنات اللي بيتاخدوا غدر وبيتهددوا بالقتل في الاخر بيتقتلوا لان وراهم رجاله بتبتزهم. صاحبه قصه النهارده محتاجه كل المساعده والدعم منكم الفعلي، سواء من محامين او العاملين على قضايا المراه، لان قضيه النهارده قضيه صاحبتها بتتعرض فيها للابتزاز والتهديد، ومعايا كل ما يثبت ادعاء صاحبه القصه بما فيها المحاضر اللي هي عملتها. مش محتاجه انوه طبعا ان اي كومنت مسيء لصاحبه القصه هيتم حذفه هو وصاحبه، والقصه كما يلي على لسان صاحبتها. كان متقدم لي شاب في 2019 ومامتي اجلت الموضوع شويه لان ما كانش مناسب، لانه كان بيغير الكليات باستمرار وسنه لسه صغير ومستقبله ما كانش واضح. اتكلمنا وفضلنا مع بعض فتره، وهو كان اول ولد اعرفه في حياتي وما كانش ليا تجارب سابقه. كنت دايما بحاول ادعمه واساعده، كنت بحاول ارضيه باي طريقه يطلبها. كانت دماغي لسه صغيره وكان سني 19 سنه. استدركني في الكلام بطريقته وانا ما كنتش فاهمه هو عايز ايه، فهو فهمني وحصل تجاوزات بينا على النت، وكان بيقول لي اني انضف بنت عرفها في حياته لاني ماليش خبره في اي شيء ولا اعرف حد غيره، وانا كنت بثق فيه جدا وامنت له على اساس ان الشخص ده اللي هكمل حياتي معاه. بدا مع الوقت يطلب اني اشحن له مثلا، وبدا يطلب تجاوزات اكتر، فانا رفضت، فاتهمني بالخيانه نتيجه رفضي، وكان بيتضايق لما بذاكر فكنت ببعد عنه عشان كنت بخاف على نفسي منه. وكنا بنرجع تاني لما كان بيوهمني انه بيحبني وهيعمل اي حاجه عشاني. وفي اخر فتره بينا لقيت ولاد بتكلمني انهم بعتوا لي كروت شحن واني قلت لهم اني هكلمهم وانفذ طلبهم. كنت بقفل في وشهم وشكيت ان هو اللي بيعمل كده وقررت اسيبه. بعد حوالي 6 شهور اكتشفت انه كان بيسجل لي كل حاجه، حتى لما كنت بفضفض معاه عن اي موضوع مزعلني او اي كلمه بينا احتفظ بيها. وعمل اكونت فيك باسمي، كان بينزل ان في شات خاص وحاجات مش كويسه، وهددني بكل حاجه معاه ليا، وانه هيقتلني وهيقول لامي واي حد هيتقدم لي عشان يخطبني، وهيدمر حياه اخواتي. وقال اني اخدت منه مبلغ كبير، كل شويه يغير المبلغ ده مع انه هو اللي اخد مني فلوس وكنت بشحن له. التهديد مستمر بقاله 3 سنين لحد دلوقتي، وشهر بيا بين الاهل والاصدقاء، وقال اني بتاعت رجاله، وقال عليا كلام اتكسف اسمعه اصلا، وبعت لهم الحاجات اللي بيني وبينه. ماما كلمت اهله كذا مره وكلمته هو شخصيا عشان نحل الموضوع من غير اي تدخل قانوني، ما كانش بيهمه، كان بيستمر في اللي بيعمله، وخصوصا انه بيفضل يشهر بيا ويبعت تهديد ويبعت لاهلي في الاعياد والمناسبات، لغايه ما تعبت نفسيا وجسديا. في شهر 6 اللي فات عمل اكونت جديد وشهر بيا اكتر، وبعت لاخواتي ولكل الناس حاجات معاه، مش مبطل بيشتمني انا واهلي بابشع الالفاظ. قررت اعمل محضر في مباحث الانترنت، وده كان فيه تاريخ كذا، مش هقول كذا، في معلومات، انا بعض المعلومات المهمه انا حجبتها تماما لصالحها هي. المحضر قال انه لم يستدل على البصمه الالكترونيه، وده عشان كان ليه امين شرطه قريبه، حتى المحامي بتاعي رشوه بالفلوس واداني مواعيد جلسات وهميه مش موجوده لان مفيش قضيه ولا جلسه اصلا لانه من منطقتهم، وكنت عامله محضر في المكان الفلاني مش هقول بتاريخ كذا واتحفظ يوم كذا، ومعايا على فكره يعني كل صور المحاضر هي بعتتها لي، ومتحفظ بعده ب5 ايام بدون اي تحقيق في الموضوع. ودلوقتي هو لسه مستمر في اللي بيعمله والاكونت لسه شغال. واخر حاجه انه بعت لاخويا اللي بينا واهانه بابشع الالفاظ، ومش عارفه اخد حقي ولا لاقي حل لحد دلوقتي، وخصوصا انه بيعمل اكونتات وهميه مش باسمه بس. في اول التهديد كان ظاهر بشخصيته الحقيقيه. انا غيرت الموبايل كله كذا مره عشان يبعد عني، كان برضه بيظهر ويوصل لي. انا بخاف انزل من البيت لوحدي واهلي بيخافوا عليا انزل. انا خلصت كليه وبعمل ماجستير وده مضايقني جدا، فبتمنى تحلي لي مشكلتي. عايزه حل لمشكلتي ومش لاقيه حل وتعبت بجد، بتمنى ارتاح. انا لما سمعت القصه دي اول حاجه طلبتها منها اثبات على صدق قصتها، وبعتت لي صور من المحاضر. انا مش هتكلم خالص في قصه دلوقتي هي غلطت ما غلطتش، ايا كان اللي حصل، هي غلطت ان هي عملت كده ولا ما عملتش كده، الكلام ده والموضوع ده مش قصتنا خالص، لان هي اكيد دلوقتي عارفه هي غلطت ولا ما غلطتش، فده الموضوع ده مش قصتنا نهائي ومفيش مجال ان انا اتكلم فيه. لكن في مجال ان انا اتكلم فيه بجد هو القضيه الرئيسيه، ان في شخص دلوقتي بيهددها ويبتزها لمده اكتر من 3 سنين. تخيل لما تعيش اي واحده حياتها مهدده لمده 3 سنين، مهدده هي واهلها وما بتعرفش تنزل من البيت عشان في شخص حطها في دماغه. مين يقدر يعيش حياه زي كده؟ القصه دي لا هي اول ولا اخر قصه، وللاسف في قصص احنا شفنا خاتمتها عامله ازاي. احنا مش عايزين كل يوم ضحيه لشخص مهووس. فانا مش هتكلم في حاجه غير ان انا طالبه مساعدتكم ومساعده البنت، وبقدم شكر مقدما للناس اللي فعلا بتدخل تساعد وبتبعت لي تتواصل مع الضحايا اللي بيتكلموا وبيساعدوهم على ارض الواقع. انا بقدم لهم من هنا شكر كبير جدا، واتمنى يحصل ده المره دي. اتمنى حد من المحامين الافاضل يتولى قضيتها، او منظمه حقوقيه او منظمه بتشتغل على قضايا المراه تتولى قضيتها ويحاولوا يسجنوا الشخص ده. طبعا لمتابعاتي انا عارفه ان هم يعرفوا يدعموها بالكلام كويس قوي، وهي محتاجه، كلنا بنحتاج الدعم وبنحتاج الكلمه الكويسه. اتمنى ان انتوا تدعموها، حتى اللي مش ايده يعمل حاجه يدعمها ولو بالكلام، وهي هتتابع كومنتاتكم. وتنويه للبنات، يا حبيبه قلبي، اي راجل علاقتك بيه عن طريق الانترنت دي مش علاقه
العلاقات اللي عن بعد اللي عن طريق الانترنت ما بتمشيش معانا هنا، دي علاقات فاشلة يبقى هدفها يا ابتزازك جنسيا أو ماديا، واتكلمت فيها 1000 مرة قبل كده. أشهر القصص المفبركة اللي بيستخدمها الشباب عشان يبتزك جنسيا أو ماديا، الراجل اللي هيطلب منك فلوس يبقى بيستغلك، نصاب. فأرجوكم خلوا بالكم من نفسكم، وخافوا على نفسكم أكتر من كده. في غلطات بتحصل وتروح لحالها، في غلطات نتائجها تلازمك وقت طويل وتعكر عليكي حياتك، ومش انتي بس، انتي وكل اللي حواليك. في النهاية منتظرة من متابعاتي الدعم للبنوتة، ومنتظرة رسائل كل المهتمين بالقضايا اللي زي كده يبعتولي، وانا هوصلكم بالبنت. بس كله متهيألي دي حاجة معروفة، ويعني انتوا عارفينها، واللي بعت لي رسائل قبل كده عارف ان انا ما بوصلش اي حد بحد الا لما اتاكد من الشخص اللي بعت لي هيقدر يساعد فعلا ولا لا، ويعرف حد على ارض الواقع ولا لا. لكن الرسائل الهبله اللي بتجيلي عشان تساعد البنات وهي عايزاها توقعهم في بكابورت تاني خالص، انا دي ما بتخلش عليا. ما تقلقوش من حاجه زي دي. وفي النهايه تنويه أخير إن القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها أي حد غيري، ولا يتم نشرها إلا بموافقة صاحبتها أو صاحبها أو طلبهم شخصيا زي القصة دي، ولا يتم ربط أي ضحية أو أي صاحبة قصة مع أي حد إلا ما أتأكد إنه هيقدر يساعدها فعلا وبعد موافقتها هي شخصيا لده. بالنهاية كانت معكم في بي أنور سيناريستاية، ويومكم سعيد.